السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. يا رب كده نشوفكم دايما في احسن حال واحسن صحة، وربنا يرزقكم الخير كله يا رب، ويخلي لكم اولادكم وتفرحوا بيهم يا رب العالمين. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مش هقول لكم يعني حاجة كده، ده حاجة النهاردة مشطشطة خالص يعني. زي ما انتم شايفين بقى معانا النهاردة هريسة الشطة. هريسة الشطة ده من الحاجات المفضلة عندنا كلنا. طبعا بقى هنعمل مع بعض هريسة الشطة بمقادير كده يعني ايه، طبعا مقاديرها خفيفة خالص، بس هي يعني ايه بتبقى مشطشطة شوية. بصراحة بقى انا معايا الشطة اللي انتوا شايفينها دي. شطة اصلا ما شاء الله جميلة قوي، يعني بصوا من النوع اللي هي بيبقى كلها لحم. تحس ان هي يعني ايه، ما فيه يعني بيبقى في ساعات شطة كده تحس ان هي رقيقة ما فيهاش كمية لحم كتيرة، لا دي ما شاء الله ملحمة جامد جامد يعني. والحبة الصغيرين اللي انتوا شايفينهم دول عملوا لي كمية كبيرة ما شاء الله، كانت حلوة جدا. وطبعا ما فيش غنى عنها خالص في اي بيت. يعني دايما تلاقي كلنا عندنا هريسة الشطة موجودة طول اوقات السنة حتى. سواء بقى في الشتاء او في الصيف بتلاقيها موجودة، لان طبعا احنا ما بنقدرش نستغنى عنها خالص. سواء بقى بتحطي منها بقى مثلا لو هتعملي كبده، هتعملي مثلا جيبي جبنه قريش، في ناس بتحبها على الجبنه القريش، بتبقى طعمها حلو جدا يعني. تحطيها على الجبنه القريش كده مع حبه زيت كده بتديها طعم حلو قوي. طبعا انا جبت الشطه دي، هي سعرها حاليا دلوقتي 10 جنيه. موجوده في السوق كتير جدا. فانا حبيت بقى ان انا اعملها معاكم. وطبعا هي ما بتاخدش وقت خالص. طبعا انا جبت الشطه. اهم حاجه اول حاجه بقى هغسل الشطه كويس جدا. لان طبعا بيبقى عليها ترابه بقى والكلام ده. فانا هغسلها طبعا غسله كويسه جدا بحيث ان انا اتاكد ان هي بقت نظيفه. واهم حاجه ان انت لما تيجي تغسلي الشطه هتغسليها برضو بالعنش بتاعها. يعني تفضل ان انت تغسليها بالعنش بتاعها قبل ما تعملي فيها اي حاجه خالص، بحيث ان الميه ما تخشش جواها. لان طبعا الميه لو دخلت جواها مش هتعيش معاكي مده اطول. لا احنا حابين بقى ان هي تعمر معانا كده طول السنه، وفي نفس الوقت تدينا نتيجه كويسه في الاخر. زي ما انتم شايفين بقى انا كده غسلت الشطه كويس جدا. هبدأ بقى اصفي من عليها المية بالشكل ده. طبعا الشطة يعني مش عايزة اقول لكم، يعني الواحد بصراحة يعني انا من الناس اللي بتفضل الشطة دي دايما موجودة في البيت. لان هي برضو بتنفع معايا في حاجات كتير. يعني بدخلها في معظم الاكلات برضو بتديها طعم حلو جدا. فطبعا بقى اصفي كمية المية كلها اللي انتم شايفينها دي. هصفيها كويس جدا وتبقى معايا بالشكل ده. طبعا انا صفيتها من على المية. بس هرجع تاني انشفها تنشيفة كويسة كده. انا عندي هنا فوطه، فانا بدات بقى ان انا اشيل الشطه احطها هنا على الفوطه. وهبدا ان انا انشف ايه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بحيث ان انا اضمن ان هي ما بيبقاش فيها ميه خالص. هنشف بقى كميه كميه كده. هي بصراحه ما بتاخدش وقت معانا، بس احنا ممكن اللي يكون بنكسل ان احنا نعملها وكده، لا هي تو ما بتجيبيها بقى بتعمليها زي ما بقولك كده. مش هتاخد معاكي وقت خالص، وبتضمن ان هي خلاص بقى حاجه كده ايه موجوده عندك، بتسد برضو ركن، بتنفع في حاجات كتيره. بتحطيها على دقة بتنجان، بتحطيها على مثلا بتعملي كبدة برضو تحطي منها على الكبدة. يعني بتنفع في حاجات كتير بصراحة. هبدأ بقى اخد كمية كمية كده وانشفها كويس جدا بالفوطة، واضمن ان هي ما فيهاش مية خالص. طبعا احنا بقى قبل ما بنعمل الكلام ده كله بنظبط برضو الشطة بننقيها. بنفرزها كويس بحيث ان احنا نضمن ان هي ما بقاش فيها اي حاجة مثلا تلفة او كده، لا بنضمن ان هي كل القرون بتاعتها كويسة ما فيهاش اي حاجة بايظة خالص. هبدأ بقى ان انا اخد الشطة بعد ما جففتها كويس كده. هشيل بقى العنش بتاعها ده. وهبدأ اجهزها بقى ان هي ايه عشان نفرمها مع بعض. هشيل بقى العنش بتاعها كده قوام قوام. يعني يفضل ان الواحد برضو يبقى لابس جواند في ايده او اي حاجة ايه تحمل ايده من الشطة دي. بس انا بصراحة ما لبستش حاجة، يعني انا بحب اعمل حاجة مباشر كده على طول. لان الشطة دي اصلا كانت حامية كمان قوي. فانا طبعا بقى هعمل شوية بشوية كده لحد ما اخلص الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان تبقى جاهزة معايا ان انا افرمها كلها على بعضها مرة واحدة.
هبدا اقطعها قطع صغيره بحيث ان هي تسهل عليا برضو في الفرم، لان انا عندي الكبه بتاعتي صغيره مش كبيره. فبحط كميه بكميه كده، حاجه بسيطه بحاجه بسيطه يعني، بحيث ان هي ايه تقدر ان هي تشغلها وكده. هخلص طبعا الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى الكبه بتاعتي الحلوه الصغنونه دي. هي صغيره صحيح، بس هي بصراحه غنياني عن حاجات كتير يعني، بتنفعني في كل حاجه. هبدا بقى انزل بشويه شطه كده ايه على حسب المقدار بتاعها يعني، بحيث ان هي تاخد الكميه المناسبه ليها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بقى هنا الكميه كده فيها. هبدا بقى انزل هنا بمعلقه ملح. هي الملح ده مقدار معلقتين صغيرين يعني، مقدار مثلا معلقه كبيره. معايا هنا معلقه كمون برضو صغيره، ومعلقه كزبره صغيره. طبعا انا بوريكم بس الحاجه اللي احنا بنحطها، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين بعد كده. طبعا انا مش هحط الكميه دي كلها يعني. انا معايا برضو هنا معلقه بابريكا، بتديها برضو طعم ولون حلو. دي مقدار الحاجات اللي انا هحطها عليها يعني. انا مش هحط على كل مره هعملها نفس النظام ده، لا. انا حطيت هنا برضو خل زي ما انتم شايفين كده، حطيت معلقه خل كبيره بحيث ان هي تساعد معايا برضو في ان انا اضربها في الكبه وكده. لو حسيت بقى ان هي معصلجه فبهزها شويه كده، بحيث ان هي ايه تشتغل مرتاحه يعني. مقدار بقى الكمون والكزبره والملح والخل بنحطه، بس مش على كل مره هضرب فيها الشطه احط الكميه دي، لا. هي ممكن كل ده هحطه على الكميه بتاع الشطه كلها، بس بدل ما تبقى معلقه صغيره هتبقى المقدار بتاعها يعني الكميه كلها دي على حوالي معلقه كبيره مثلا كمون، معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره بابريكا، معلقه ملح كبيره. او يعني الملح طبعا انا مش هحدد لك بالظبط، لان يعني ايه على حسب اللي انت حباه. كده ده شكلها بعد ما فرمتها اهي خالص كلها. ده الشكل النهائي بتاعتها بعد ما خلصت الكميه كلها. طبعا انا مظبطاها بقى كلها بالملح وبالكمون والكزبره والكلام ده كله والخل. هنزل بقى عليها بالزيت. الزيت طبعا احنا بنحطه في الاخر خالص عشان ان احنا ما نضربش الزيت مع الخليط ده واحنا بنضربه في الكبه فبتسود شويه. لا، احنا في الاخر خالص بنحط الزيت، بنغلف بيه بس الشطه كده، بحيث ان هو بيبقى زي المضه الحافظه كده للشطه. كده بقى انا قلبت الكميه كلها، بس مش عايزه اقول لكم هي حراقه قد ايه يعني بصراحه يعني. بس انا يعني بحب الحراق يعني الحراق بيبقى يعني حلو يعني بصراحه بالنسبه لي. طبعا انا خدت شويه كده على جنب، عملتهم هريسه برضو كده، دقه البتنجان برضو او للكبده او للسمك يعني، تنفعني في حاجات كتير. حطيت بقى على الدقه دي انا نزلت بمعلقه توم كبيره، وحطيت معلقه كمون، وحطيت خل. طبعا زي ما انتم شايفين بقى هي بقت بالشكل ده طبعا، وفرمتها ناعم برضو، خليتها ناعمه عن الشطه التانية. العلبه دي طبعا احطها في الفريزر، بتنفعني بصراحه في كل حاجه، وبتبقى عندي موجوده، بتسهل عليا حاجات كتير جدا يعني. لو لقيت بتنجان بقى بقى البتنجان واخد معلقه من الدقه دي انا احطها على البتنجان. لو سلقه بتنجان برضو حدق منها البتنجان. بتدي بصراحه البتنجان طعم تاني خالص. بقت في النهايه بقى بالشكل ده كده، والهريسه بتاعتي بقت جاهزه زي ما انتم شايفين بقى كده. طبعا انا هعبيها بقى في برطمانات، واعبي البرطمان كويس، واحط على وشه برضو معلقه ملح كده صغيره من على الوش وشويه زيت. دي البرطمانات اللي انا هحفظها فتره طويله يعني، بحيث ان هي تعيش معايا فتره اطول. وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احلى هريسه شطه واسهل هريسه شطه. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون خفيف على قلبكم كده، ويكون عجبكم. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات كتير حلوه. وما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ورب